السلام عليكم. أنا اسمي سناء زغلامي، تونسية، كنت نسكن في الكيف. عندي 5 سنين في إيطاليا. تظلمت في تونس. تحكم عليا بحكم أنا ما عنديش فيه حتى دخل. تحرمت من ولادي 5 سنين. الحكم اللي تحكمت عليه هذايا الظلم غير برشا حاجات في حياتي، حطمني أنا وخلاني قاعدة في بلاد الناس، ما نجمش نروح لبلادي، وخلى ولادي غادي تغير حياتهم 180 درجة. فهمت؟ كيما قلت لكم مانيش باش نبكي، خاطر الواحد جا تعب من البكاء 5 سنين وهو يبكي، والبكاء ماهوش باش يحل حتى مشكلة. نحب نحكي، نحب نقول شني يجرى فيا، شني اللي جرى في صغاري. برشا حاجات. انا مواطنه تونسيه وعندي الحق في بلادي، عندي الحق باش نمشي في تراب بلادي، وعندي الحق باش نسكن في بلادي، وعندي الحق باش نخدم في بلادي، وعندهم الحق صغاري باش يعيشوا بكرامتهم في بلادي. واذا كان الواحد ما يلقاش كرامته في بلاده، ماهوش باش يلقاها في بلاد الناس. راهو هذا هو الموضوع. المشكل نتاع اي تونسي خرج لبرا، خرج من الظلم. فهمتني؟ التوانسه اللي عايشين لهنا، فما اللي جايين بكيفهم، وثما اللي جايين لاباس، وفما اللي جايين ما همش عجبتهم حياتهم لهنا، خاطر ممكن فما برشا حياة يعيشها الواحد في بلاده ناقصه في برشا حاجات، اما يكون مرتاح نفسانيا ومخه ماهوش تعب وقت اللي يحط راسه على المخده يرقد في الليل. انا 5 سنين ما رقدتش ليله بالباهي، 5 سنين ما حطيتش راسي على المخده ورقدت كيما ترقد الناس الكل. علاش؟ خاطر تونس اللي هي بلادي حكمت عليا بحكم اللي انا ما عنديش فيه حتى دخل، وجاي صدمه صدمني بالرسمي، وتكلمت وحكيت وطلبت وجريت وطحت، والله غالب مانيش لابس عليا، لاني تاجره متاع سلاح، ولا اني تاجره متاع غبره، ولا اني تاجره تاع حتى شيء. باش عندي الفلوس باش نحل برشا مشاكلي. فهمت؟ الناس اللي يحلوا مشاكلهم الحبس ما تعملش للناس اللي لابس عليها. فهمت؟ وهذا الناس الكل تعرفوا اللي الحبس تعمل كان المزمر والقليل واللي ما عندوش. فهمت؟ اما زاد مثالش، اما تونس تعاملت للتوانسه الكل، ماهيش ثم توانسه تنجم تعيش في تونس وتوانسه ما تنجمش تعيش في تونس. ولادي شكو صغار وبعثوا وتكلموا، جيهم برنامج للدار وصور معاهم وكلموني هنا وقالوا لي يا مدام ما تخافيش، انا تو نحلوا لك مشكلتك، ونعملوا حبر على ورق ظهر فيهم كتبوه بالاحبار وحطوه للمطر صبت عليه الماء.